كتير مننا عنده مشكلة انه يبتدي من جديد ويفتح قلبه ويحس بمشاعر الحب الحلوة تاني، علشان اللي واجهناه كلنا قبل كده من خذلان وخيانة ورفض ايا كانت الصدمة، فهي صدمة عملت كلكيعة كبيرة مخليانا خايفين ندي نفسنا اي فرصة جديدة. ما بقللش ابدا من قوة الصدمة اللي تعرضنا لها قبل كده، لكن زي ما في وحش اكيد في حلو، وزي ما في خاينين اكيد في مخلصين، زي ما في ناس انانية في ناس معطاءة. احنا بس كل اللي محتاجين نعمله الفترة الجاية اننا نغير البوصلة، نغير منظورنا اللي بنبص بيه للدنيا وللناس، بدل ما نفضل مركزين على الوحش ونفتكر التجارب الوحشة. خلينا نركز على الحاجات الحلوة او على الحاجة اللي احنا بنتمناها في حياتنا او في شريك حياتنا، مش على اللي رافضينه. نتأكد ان زي ما في الناس الغلط كمان في الناس الصح. محتاجين نتفائل شوية زيادة ونقتنع ان اللي حصل كان علشان نتعلم، ولما نقابل الناس الصح نتعامل معاهم صح ونكمل حياتهم صح. خلينا ندي نفسنا فرصة للحياة الجديدة والحياة تانية، لأننا نستحقها. نستحق نحب ونتحب، نستحق نتقدر ونقدر، نستحق ننبسط، نستحق نعيش اللي معيشناهوش. اللي جاي أحلى ما فيهاش كلام، لكن لازم نسمح له من جوانا إن هو يبقى أحلى.